السلام عليكم. أحلى متابعين، يا رب دايما تكونوا بخير وبسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. تعالوا النهاردة نشوف أسماء وتجربتي بنفسي إزاي تخلصت من دهون البوتاجاز بأقل التكاليف، وكمان معانا مسحوق واحد بس هو اللي غسلنا بيه البوتاجاز. والشواية اللي احنا شايفينها دي ساعدتنا طبعا بإن الدهون تسيح معانا، وخصوصا ان احنا في الشتاء والدهون متراكمة على البوتاجاز، فاحنا عايزين نتخلص منها. وفي نفس الوقت اللي احنا ما نكلفش نفسنا، فاحنا معانا صابون، اي صابون سائل عندنا. لو عايزين تضيفوا عليه الخل وشوية بيكربونات الصوديوم مفيش اي مشاكل، بس انا هنا بحاول بقدر الامكان اللي طبعا اوفر. فاحنا حطينا صابون بس وشغلت الشواية. في ناس هتقول الغاز غالي، احنا ممكن نستغل اللي احنا نغسل البوتاجاز من جميع الاتجاهات. واحنا مثلا حاطين في الفرن صينية، اي صينية نطبخها، صينية بطاطس، مكرونة، ايا كان، اذا كان تحت الشواية او حتى مشغلين الفرن. المهم اللي احنا نستغل البوتاجاز وهو شغال، او الفرن قصدي وهو شغال، او الشواية. فاحنا نغسل البوتاجاز من جميع الاتجاهات، وكل الدهون بأمر الله بتسيح من النار. فبتكون سهلة معانا اللي احنا ننظف البوتاجاز، وفي نفس الوقت ما نكلفش نفسنا ونجيب مساحيق الغالية. وكل حاجة بنغسلها لازم ندخلها تحت الشواية، الحامل بتاع البوتاجاز وكمان العيون. بعد ما نغسلها ونشطفها كويس جدا ندخلها تحت الشواية علشان تنشف معانا. فاحنا نستغل الشواية وهي شغالة. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تصلوا على النبي، ويلا قوموا بلاش كسل وتعالوا ما اقولكوا على دعاء جميل جدا هيساعدكم ان شاء الله اللي انتوا تغسلوا كل حاجة او تنظفوا اي حاجة في بيتكم بدون أي كسل وبدون أي تعب. الدعاء هو: بسم الله، اللهم بك نستعين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. فهذا الدعاء جميل جدا هيساعدكم في كل أمور حياتكم. أول ما تبدأوا عمل لازم اللي انتوا تقولوا هذا الدعاء، وادعوا لي دعوة حلوة من قلبكم. تعالوا بقى نرجع البوتاجاز تاني. بعد ما حطينا العيون وحطينا طبعا الحامل البوتاجاز كل ده تحت الشواية، علشان لما اخلص البوتاجاز من فوق غسيل ونظافة يكون معايا نشف، واطلعهم وارصهم واحطهم مكانهم. نخش بقى على الفرن. تعالوا بقى نشوف الدهون المتراكمة في الفرن، وكل الحاجات اللي احنا شايفينها دي، والرد طبعا اللي بتقع من العيش، وكل الحاجات اللي بتقع من الايه، من بواقي الاكل، فبتسقط في الحته في المجرى اللي احنا شايفينه ده. فانا بالسكينه وبشيل كل الحاجات الدهون المتراكمه، لان طبعا الليفه اللي هي الخشنه او سلكه المواعين مش هتساعدني كويس. فانا بطلع بالسكينه والدهون سايحه معايا كده. طبعا انا هنا قفلت الشوايه وشغلت الفرن على اساس ان انا بغسل البوتاجاز. الحته طبعا اللي في الفرن دي لازم اشغل فيها الفرن علشان يساعدني ان انا اغسل باب الفرن كويس. وخلي بالكم يا جماعه الخير، ما ينفعش الباب بتاع الفرن يكون سخن قوي واحط عليه ميه واغسله، ممكن يطرقع مني. فاحنا لازم نكون فاتحين الباب. ادي الفرن اهو، لازم نكون فاتحين الباب الفرن علشان طبعا ما يبقاش سخن جدا فنحط عليه ميه فيفرقع في الاخر، فما ينفعش طبعا هيبوظ. فاحنا نفضل دايما فاتحين الباب الفرن كده، ونغسل كل حاجه في الفرن واحنا فاتحين الباب. كل حاجه، كل الدهون دي هتسيح بفضل الله. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة. يا رب اللي يشترك في القناة ربنا يرزقه بحج بيت الله الحرام. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. تعالوا بقى نرجع للفرن اللي احنا بنغسله. شايفين ما شاء الله كل الدهون ساحت معايا، وكمان ادي سلكة المواعين والصابون اللي معايا. شايفين الدهون عاملة ازاي؟ ما شاء الله كل الدهون اللي معايا ساحت، ادي شايفين. هجيب هنا السكينة وبسهولة جدا هتتشال، ادي شايفين ما شاء الله بكل سهولة جدا.
الدهون اتشالت معايا. وبالسكينة هروح طبعا مدخلة السكينة تحت الباب الفرن اهو. شايفين الدهون قد ايه تحت الباب بتاع الفرن البوتاجاز. كل الدهون دي سايحة معايا وبكل سهولة انا بنزلها. فاحنا بأقل التكاليف بأمر الله. شايفين قد ايه كل الدهون دي كانت متراكمة تحت الباب بتاع الفرن. فكل ده طبعا بيخلي الباب لما نيجي نقفله ما بيقفلش كويس، ولا حتى لما نيجي نفتحه الباب الفرن بيتفتح كويس. فممكن في الاخر واحنا بنقفل الباب جامد يتكسر طبعا، وده اكبر غلط. واحنا طبعا واخدين بالنا ما شاء الله. شايفين كمية الدهون قد ايه، كل ده متراكم تحت الباب بتاع الفرن. فاحنا طبعا نيجي نقفله جامد ممكن نكسره. فبكل سهولة بأمر الله نشغل الفرن وكمان ننظف كل الدهون المتراكمة معانا. ويا رب الفكرة تعجبكم وتجربوها، وما تنسوش تدعوا دعوة حلوة من قلبكم. وبكده نكون ودعنا الدهون بأقل التكاليف. ولو حابين تحطوا أي مسحوق تاني تضيفوه يعني للصابون مفيش أي مشاكل، بس فعلا مش هتحتاجوا لأي مسحوق تاني، لأن النار بتسيح الحديد نفسه، مش بتسيح بس الدهون. فانتوا مش هتحتاجوا لأي مسحوق تاني. وإن شاء الله كده الفكرة تعجبكم، ويا رب دايما نشوفكم بخير وعلى خير. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد إن شاء الله. يا رب نشوفكم على خير وبخير.